النهارده هنعمل مع بعض الحواوشي الاسكندراني الاصلي والمخصوص بطريقه سهله وبسيطه جدا، وهنتعلم نعمل لقمه عيش خطيره جدا جدا بمقادير اقتصاديه. كمان هقول لك كل اسرار خلطه اللحمه والتسويه وازاي تطلعي لونه احمر وخطير بالشكل ده ويطلع طري معاكي وجوسي من جوه. الوصفه هايله تستحق التجربه. كل اللي طالباه منكم ان انتوا تتحمسوا كده معايا وتحطوا لايك للفيديو وكملوه معايا للاخر، لان هقول لكم على شويه نصايح وتريكات خطيره بجد. كل لحظه هتشوفوا فيها الفيديو متاكده ان انتوا هتطلعوا بمعلومه جديده. ودلوقتي صلوا على النبي في الكومنتات ويلا بينا نبتدي ونشوف المقادير وطريقه التحضير. هنبتدي اول حاجه بعمل العجينه اللي هتدينا لقمه عيش مميزه جدا. هحتاج ل3 اكواب من الدقيق، عليهم كوبايه من الحليب الدافي، معلقه كبيره سكر، ذره ملح، وباكت من الخميره الفوريه. نزلت بذره الملح على الدقيق وهضيف معلقه السكر في بوله كده وعليها باكت الخميره الفوريه، وهضيف ليهم حوالي معلقتين من الميه الفتره زي دمع العين. بعد كده هقلبهم كويس جدا وبعدين هغطيهم بستريتش راب او بطبق زي ما هتشوفي دلوقتي وهسيبها على جنب تتفاعل. انا محتاجه اضمن ان الخميره بتاعتي شغاله. بعد ما تفاعلت هبتدي انزل بيها على الدقيق بالشكل ده، وكوبايه واحده من الحليب الدافي بالتدريج وحوالي تلت كوبايه من الزيت. هعجنها كويس جدا، هتبتدي تلمي معايا تطلع بالشكل ده. ال3 كوبايات دقيق مش هياخدوا غير كوبايه واحده من الحليب بس، عايري بنفس الكوبايه. بعد ما عجنتها هديها دهنه من الزيت وهغطيها بكيس وبفوطه وهسيبها في مكان لمده ساعه تقريبا او لحد لما تختمر معايا. عندي في الكبه نص كيلو من اللحمه هفرمه فرم ناعم جدا وعليه 150 جرام من الدهنه او اللي المتوفر فيهم عندك، بس هتفرق جدا في الطعم. هحتاج كمان لنص كيلو اللحمه 5 بصلات وسط. تمام، افرميه على ايديكي ناعم جدا. الفرم على الايد هيديكي حواوشي مظبوط 100%، لكن لو عندك حساسيه زيي فافرميه في الكبه بالشكل ده وحاولي تنعميه. عندي كمان كام قرن كده من الفلفل الحامي والبارد، هبتدي اقطعهم تقطيع ناعم جدا بالشكل اللي شايفاه ده. تقدري تضيفي اللي بتفضليه والمتوفر عندك. بعد كده هبهر بملح وفلفل اسود وبهارات حواوشي، ولو حابه تزودي بهارات مفيش مشكله، بس دول اهم حاجه. واهم خطوه انك تعجني اللحمه بالبصل بالفلفل الاخضر بالبهارات كويس جدا بالشكل اللي شفتيه ده. بعد كده هنرجع للعجينه بتاعتنا، كانت اختمرت وحجمها اتضاعف زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك. هجيب صينيه هنزل عليها بربع كوبايه زيت وهبتدي اقطع العجينه لكرات متساويه. هتعمل معايا 7 كرات. تقدري تكبري او تصغري التقطيعه حسب رغبتك طبعا وحسب كميه رغيفه الحواوشي اللي انت حابه تعمليها. انا عايزاك تركزي معايا لاخر الفيديو، لاني في الاخر هقول لك شويه نصايح مهمه مش قادره اقولها دلوقتي علشان مش عايزاكي تتوهي مني. بعد ما قطعتهم بالشكل اللي شايفينه ده هبتدي اجيب كيس مطبخ او كيس ثلاجه وافتحه واغطي بيه العجينه وبفوطه واسيبها ترتاح كده لمده 5 دقائق ولا حاجه. بعدين هجيب الصواني اللي هسوي فيها الحواوشي واديها دهنه من الزيت وهشغل الفرن بتاعي على اقل درجه حراره عندي. نرجع للعجينه، كانت ارتاحت وطالما عملتي صباعك فيها كده وعلمت بالشكل اللي شفتيه تبقى هي كده ارتاحت وجاهزه معاكي. هنبتدي ننزل بشويه كده من الزيت وافرد العجينه. انا زي ما قلت لكم هي عملت معايا 7 كرات، هعمل 3 منهم نص دايره بالشكل اللي شايفاه ده. هفرد العجينه على الزيت وبعدين هحط فيها قطعه اللحمه او الحشو اللي انا حابه اضيفه، هزود او هقلل حسب رغبتي طبعا، وانتوا اعملوا كده. بعدين هاتني العجينه زي ما شفتي وهقفلها، لازم تقفليها كويس جدا جدا. ده بنسميه نص رغيف او نص دايره. هعمل منه 3. تعالوا بينا نعمل اللي هو ايه، الرغيف المدور. بفرد عجين، هجيب كره من العجين هفردها بالشكل اللي شفتيه ده وبعدين اركنها على جنب وانزل بشويه زيت واجيب كره تانية وافردها بالشكل اللي انت شايفاه ده. بعد ما فردت كره العجين التانية بالشكل اللي شايفينه ده هجيب قطعه كده من اللحمه وابتدي افردها. تقدري تزودي او تقللي حسب رغبتك. بعدين هنجيب العجينه او الكره الاولانيه اللي احنا فردناها وهنقلبها على وشها فوق اللحمه، علشان زي ما شفتم انا كنت فرداها على زيت فما يكونش فيه طبقه عازله. هبتدي اضغط بصباعي كده اقفلهم كويس جدا والزقهم في بعض. بعدين هلف ضفيره بالشكل اللي شايفينه ده. بعد كده هبتدي ارصهم في الصينيه اللي انا هسوي فيها، وهنجيب شوكه ونبتدي نخرم فيه كده علشان نطلع منه اي هواء، وبعدين بندخله الفرن على الصاجه في الرف اللي تحت خالص. وهقولك على التسويه بس اصبري معايا. طيب لو انت حابه تعمليه حواوشي مخصوص او حابه تضيفي اي حاجه، فهتجيبي فلفل الوان زي ما انت شايفه كده تقطعيه شرايح رقيقه جدا، وشرايح طماطم. هتجيبي جبنه موتزاريلا او اي ميكس جبن متوفر عندك. هتجيبي حبه البركه وسمسم، تقدري تضيفي المتوفر عندك. لو ما عندكيش غير حبه البركه وسمسم بس، بعد ما تخرميهم بالشوكه رشي عليهم رشه كده حبه بركه بالسمسم ودخلي على طول الفرن. طيب عندك ميكس جبن وحابه تضيفي ضيفي، عندك فلفل الوان وعايز تعملي شرايح طماطم كده اعملي المتوفر عندك اعمليه. اهم حاجه عندي العجينه، خدمناها كويس عملناها كويس، خلطه اللحمه هتاكلي احلى حواوشي في الدنيا. تعالوا نشوف اخر رغيف عملناه ازاي.
جبنا العجينه كده، فردنا اول كوره بالشكل اللي شايفينه ده من غير نشابه ولا اي حاجه. العجينه بتاعتنا عامله زي الملبن في ايدينا. هنفردها كويس ونركنها على جنب، ونجيب الكوره التانيه ونفردها بنفس الطريقه. بعد كده هنجيب قطعه اللحمه اللي عندنا ونفردها كده على الرغيف، ونجيب بقى الرغيف التاني اللي احنا فردناه ونقلبه زي ما قلنا على الظهر، ونقفل بصباعنا. بعدين نعمل الضفيره، وبعدين نجيب الشوكه ونبتدي نخرمه، وعلى طول نحطه في صينيه تكون مدهونه زيت، وبالشوكه زي ما قلنا نخرمه، نرش رشه حبه البركه مع رشه سمسم وندخله. هيدخل على فرن متسخن مسبقا زي ما اتفقنا على الصاجه تحت خالص. تمام. هيدخل اول تكوني طبعا متابعاه، كل شويه تفتحي الفرن تشوفي احمر من تحت ولا لا. يعني هياخد له زي تلت ساعه مثلا في الفرن. النار بتاعتنا درجه حراره 200، لو فرنك ناره حاميه او عاليه او مثلا ما فيهوش تايمر، فحاولي تهدي النار. لما يستوي على نار هاديه احسن لما يتحروق معاكي. بعد ما تلاقيه احمر من تحت طلعيه ودهنيه كده دهنه بالسمنه البلدي، وتفرجي على الجمال. ما عندكيش سمنه بلدي، دهنه زيت، ودخليه بقى ياخد لون خطير زي ما انت شايفه كده. بعد ما ياخد اللون الاحمر الخطير اللي تحت الشوايه، اول ما تطلعيه على طول لو عندك بخاخ اديله رشه ميه كده. ما عندكيش بخاخ هاتي كيس تلاجة باللي تحت الحنفيه ونفضيه تنفيضه خفيفه كده، وغطي بيه رغيفه الحواوشي وعليه فوطه وسيبيه 10 دقايق. هيطلع وشه طري جدا وهيطلع معاكي جوسي وطعمه بجد في منتهى الجمال. جربي الوصفه دي على ضمانتي، بجد هتعجبكم جدا جدا. قلت لكم كل اسرار التسويه. عايزه اقول لك نصيحه مهمه جدا، اعملي الحاجه في بيتك هتكون انضف واحلى واوفر من بره 100 مره. هتقدري تخدميها زي ما انت عايزه، هتعمليها على طريقتك. لو انت بتعملي العجينه ما عندكيش حليب تقدري تستبدليه بميه، مفيش مشكله خالص. واتبعي كل الخطوات اللي قلت لك عليها، وان شاء الله هتعملي احلى حواوشي في الدنيا. وكل سنه وانتم طيبين مقدما. لو لسه مكملين معايا الفيديو لحد هنا فحطوا لايك للفيديو، اهم حاجه عندي اللايك علشان الفيديو يترفع والناس كلها تقدر تستفاد. ويا ريت اللي بيشوفني لاول مره ينزل حالا يشرفني بالاشتراك في القناه. هتلاقوا كلمة اشتراك مكتوبة تحت الفيديو باللون الأحمر، اضغطوا عليها وفعلوا زر الجرس اللي جنبها على الكل علشان تقدروا تشوفوا كل الأفكار والوصفات اللي بنزلها يوميا أول بأول. وما تنسوش تدعموني بكومنتاتكم الجميلة لأنها بتشجعني وبتفرق معايا جدا. شيروا الفيديو لو حابين، ولو في أي سؤال اكتبوه في الكومنتات بإذن الله هرد عليكم. وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.